ملف الصحراء المغربية، مستجدات محادثات مدريد بين المغرب والجزائر. أفادت مصادر عليمة أنه تم أول أمس الأحد تمديد المشاورات التي يحتضنها مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الإسبانية مدريد حول تنزيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية إلى اليوم الموالي من أجل التوصل إلى اتفاق حول تركيبة اللجنة التقنية التي ستتولى تدقيق بعض التفاصيل في المبادرة التي قدمها المغرب. وأكدت مصادر يومية الأخبار بأن هذه المشاورات انطلقت تحت إشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية في شخص مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي المكلف بشؤون إفريقيا والعالم العربي، ومايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وبحضور وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ووفد يمثل جبهة البوليساريو. وركز اجتماع أول أمس الأحد على إيجاد حل متوافق عليه حول ملف الصحراء المغربية بناء على مقترح الحكم الذاتي المغربي في سياق استكمال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025 الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد لحل سياسي متوافق عليه تحت السيادة المغربية. وخلال هذه المشاورات قدم المغرب نسخة محينة ومفصلة من مبادرة الحكم الذاتي تتكون من 40 صفحة.